ما حكم من رمى نفسه في النار؟ هو في النار خالدا مخلدا. رمى نفسه في النار من أجل الحسين. هذا أعلى مراتب الجنة. هو في الجنة يتغطس غطيس. وما حكم من رمى نفسه، يعني رمى نفسه بالنار، يعني الرصاص رمى نفسه؟ هذا بالنار، هذا في النار في جهنم، في قبل فرعون وهامان. رمى نفسه من أجل الحسين. هذا في الجنة خالدا مخلدا. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. نهانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الغلو في دين الله جل في علاه، وعن الغلو في أنبياء الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تطروني، أي لا تمدحوني مدحا زائدا، لا تغلوا فيه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ماذا قالوا له؟ قالوا ابن الله، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا هو الله. فإطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه هو الغلو في مدحه، هو الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يمدح بما هو من خصائص الله، وكأن يرفع إلى مقام الألوهية أو يعطى بعض صفات الله، كما قالت امرأة في زمانه صلى الله عليه وسلم وهي تمدحه، فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن علم الغيب من خصائص الله جل في علاه وصفات الله جل في علاه، وقد أمر الله رسوله أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فلا يعلم رسول الله من الغيب إلا ما علمه الله، أو أي يستغاث به أو يدعى من دون الله جل في علاه، أو أن يمدح بالكذب، كما مدحه بعضهم بأن القمر انشق ونزل ليسلم عليه صلى الله عليه وسلم. هي معجزة انشقاق القمر هي حصلت بالفعل، ولكن القمر لم ينزل ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تتجاوزوا الحد في مدحي، كما عملت النصارى مع عيسى بن مريم فمدحوه حتى جعلوه إلها من دون الله جل في علاه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.